دي بقى هتكون وصفتي معاكم النهارده، وصفه الكحك. الكحك التحفه، الكحك الخيال ما شاء الله. شوفي بقى، كحك ام ساره رقم واحد وبس، كحك كفر الشيخ رقم واحد وبس. شوفي التطييب والطياب بتاعه واللون والتسويه بتاعته عامله ازاي، ما شاء الله على الجمال. وشوف انا بقرب للكاميرا، يعني انا مقربه للكاميرا خالص عشان تبقى موضحه النقشه، زي ما دخلت الفرن زي ما طلعت، لا اتمسحت ولا حصل لها اي حاجه. والله انا مستخسره اكسر كحك لان انا كسرت كحك كتير. شوف الكحكه دي بس، بص كده معايا، شوف تفاصيل الكحكه، شوفوا يا ولاد، شوفوا الملبن اللي انا عاملاه في القناه. دي الملبن اللي انا عاملاه معاكم في قناتي. طريقه حفظ الكحك، ادي الكرتونه اهي ما شاء الله، كرتونه كده وبعبي فيها الكحك وتقفلي عليه، بس انا سايباه ما يبرد شويه. بجيب كرتونه فاضيه او علبه فاضيه واقوم ماليه كده اهو، حطها كده ورصه الكحك كده، واقفل الكيسه واقفل الكرتون. لو الكحك غاب معايا من السنه للسنه هيفضل موجود وبلونه ما شاء الله. شوفي بقى تسويه الكحكه من جوه عامله ازاي. شوفي انا مقربه لك والله الكاميرا خالص، شوفي لون الكحكه، والله الكاميرا ظلمه لونه. بصي بقى شوفي اللون. طب شوفي بقى النعوميه بتاعت الكحك، شوفي النعوميه، شوفي النعوميه، وفي نفس الوقت مخروش اهو. ادي كحكي وادي وصفتي وبملبني اللي انا عاملاها في القناه. يعني مش عايزه اقول لك على الجمال اللي في الكحك ده، هتاكليه ومش هتندمي. اتفضلي وتكون مشاهده سعيده عليكي، وكل سنه وانتم طيبين وتاكلوه في الهنا يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك واشتراك كده وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اتفضلي يا حبيبتي وتكون مشاهده سعيده عليكي. اتفضل. وصفتي بقى معاكم النهارده ان شاء الله على بركه الله، وهي الكحك بقى البلدي، الكحك بتاعنا اللي هو اللي على اصوله، اللي بالسمنه البلدي الجميل التحفه اللي هتاكليه هيدوب معاك. يلا نخشوا نبداوا في التفاصيل على طول. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. معايا 2 كيلو من الدقيق اللي هو الفينو اللي هو الزيرو متعدد الاغراض، معايا ملبق، معايا سمسم، معايا روايح، معايا كيلو من السمنه. يبقى 2 كيلو من الدقيق، ركزوا اهو في التفاصيل وكل كلمه بقولها اهو. 2 كيلو من الدقيق منخولين بالظبط اهو، عليهم كيلو و100 جرام من السمنه. يعني كل كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمنه. عليه بسم الله، عليه 3 معالق من السمسم المحمص، وخميره وروح الموز وحاجات جميله اهو. هبدا اسمي بالله. والسمنه انا بعمله على البارد، ما يعني يا دوبك بدفي بس السمنه، يا دوبك بدفيها. ليه بقى؟ علشان ما يحرقش الصدر. هنزل بالسمنه كده مرتين. يبقى انا بعمل بنزل بالسمنه على مرتين. وابدأي بس بقى زي ما انت عايزه. اهم حاجه تحطي كمان في البتاع اللي هو السمنه، هتحطي معلقتين من السكر البودره، بيخلي الكحكه حلوه ومسكره. معلقتين بس اهو، معلقتين من السكر البودره. وهبدا ابس بقى السمنه. اهم حاجه في الكحك هو بس، يعني اهم من الكحك نفسه ويطلع معاكي حلو هو بس السمنه. طب ليه بضيف السمنه على مرتين؟ لان انت بتاخدي مره في مره، فبتحسي ان الدقيق معاكي مبسوس بس حلو اهو. انا بحط السمنه على مرتين، ودي طريقتنا وما بغيرهاش بامر الله خالص. ما شاء الله تبارك الله، بس كانك عامله رمل اهو ما شاء الله. الدقيق معروف ان هو ما شاء الله، الدقيق 2 كيلو عليهم كيلو و100 جرام من السمنه. هنزل بقى بكميه السمنه التانية اهي. عايزه تحطي بقى سمنه بلدي، عايزه تحطي سمنه عاديه، دي بقى يرجع لك وعلى حسب امكانياتك وعلى حسب مقدرتك. كل واحد على قد ظروفه يا حبايبي. يعني ما تقوليش ما عنديش سمنه بلدي لا مش هعمل، لا اعملي، مش هنقفوا يعني. هو ما كانش سمنه بلدي مش هناكله كحك يا حبايبي؟ لا هناكله ونفرحوا عيالنا ان شاء الله بكيلو حتى من الدقيق. هاتي كيلو دقيق وهاتي نص كيلو و50 جرام، 50 جرام دي معلقه يعني مش كتير، واعملي لهم احلى كحك اهو. ما عندكيش سمنه بلدي هاتي ازايز من اللي هي السمنه اللي هي ازايز بريحه السمنه البلدي دي واعمليها لهم اهو. ما شاء الله هتاكلي احلى كحك. كده ببس معاكم الدقيق بس حلو. شوفي ايديا بتعمل ازاي في السمنه، عشان السمنه الدقيق يشرب السمنه.
لازم تعمليه كده بايديكي كده اهو، وبين كف ايديا كده اهو. لو عندك عجان بقى يا ريت، مفيش ايدينا احسن. احنا مش طول عمرنا يعني ايه مخلوقين عندنا عجانات ما شاء الله. هنزل بقى بايه؟ ادي السمسم كده اهو، نزلي السمسم كده ما شاء الله. وهنزل بالروايح، الروايح بقى دي روح الموز ده اهي، روح الموز. انا بقى يا حبايبي ما بحبش احط اللي هو ريحه الكحك وبهارات الكحك والحاجات دي، ما بحبهاش بصراحه، وعيالي نفسهم ما بيحبوش الحاجات دي اهو. وايه، وهنا فانيليا. هننزلوا بقى بالحاجات دي كلها اهو. وهنا اهو حبه بودر صغيرين مش كتير، عشان انا مش عايزه العجينه تفش مني. حبه بودر صغيرين. كل ده اهو هتقلبيه. وهنزل كل كوبايه، كل كيلو دقيق عليه نص كوبايه من الميه. نص كوبايه من ايه؟ من الميه. على فكره اللي بيتحكم في الكحك وبيتحكم في نعوميه الكحك هي الميه مش السمنه. يعني ممكن تكوني حاطه سمنه كتير لكن الكحك يطلع معاكي خشن، هترجعي تقولي لا ده انا حاطه سمنه كتير، يبقى انت حطيتي ميه كتير او لبن. وما تحطيش لبن على الكحك. اللبن ليه طياب يعني في الكحك ليه طياب معين، انما الميه حلوه وبتنشف العجينه على فكره، يعني بتخلي الكحكه معاكي حلوه جميله كده. انما الميه اللبن لا، ما تحطيش لبن. عايزه تحطي يعني تخلطي لبن على ميه ماشي اهو كده. انا نزلت كل حاجه. هعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه اهي من الميه اهو، كوبايه من ايه؟ من الميه اهي، هحطها قدام اهي. وهجيب معلقه من السكر، معلقه واحده بس. بصوا اهي، معلقه من السكر اهي. ومعايا الخميره، كوبايه ميه اهي، عليها ايه؟ معلقه السكر، عليها معلقه من الخميره الفوريه او الخميره التانيه زي ما انت عايز. كل ده اهو هتحطيه في الميه، معلقه اهي. وانا مش عايزه برضو خميره كتير عشان الخميره ما تفشش العجين قوي وتحس ان العجينه طالعه فشه منك كده. يا دوبك بس ايه، احنا عايزين حاجه ماده رافعه بسيط كده، بس هي مش قرص يعني، ده كحك كده. دوبت الخميره مع الميه مع معلقه السكر اهو، دابوا خالص ما شاء الله. هنزل بنص الكوبايه الاولانيه كده، وهشوف دقيقي هيقبل ميه قد ايه، لان كل دي ليه سوائل معينه اهو. ممكن ياخد كوبايه الا ربع، ممكن ياخد كوبايه، هشوف. مادام العجينه لمت وبقت كويسه مش هديلها ميه كتير اهو. ما شاء الله العجينه ريحتها جميله من روح الموز والفانيليا والحاجات الحلوه دي. ما دام تمسكي العجينه تلاقيها لمت معايا ما هيش مشققه، اعرفي ان العجينه كده خلاص ناجحه وبقت جميله وما هيش عايزه اي حاجه. انا بلمها اهي. لا لسه كده عايزه ايه؟ حبه ميه. شوفي بلمها كده كده بتشقق اهي، يبقى كده عايزه ايه؟ حبه ميه. يبقى دقيقي من اللي هو حلو وبيقبل سوائل. برضو مش بنزل بالكوبايه كلها اهو، انا معاكم خطوه بخطوه مع بعضنا اهو. انا بقفلش الكاميرا ولا اي حاجه، انا معاكم عشان ما تبقى المقادير مظبوطه، عشان حرام ان انا اديكم مقادير غلط. ممكن بنوته صغيره تشوف الفيديو بتاعي تدعي علي، طب ليه؟ اهو
فكده هو هياخد كوبايه الميه ما شاء الله كامله. وكده ما شاء الله العجينه خلصت اهي. وكده هي خدت مني كوبايه ونص من الميه بالظبط، كوبايه ونص ايه من الميه. هتمسكي حته في ايدي كده اهو وهتلفيها وتبصي سخنيها بين كفوف ايديك، لينيها كده اهي ما شاء الله. بتشقق؟ لا، حلوه في المنقاش، هتبقى حلوه. هجرب واحده. معايا البصمه اهي ومعايا الكحكه اهي، دي اهي ما شاء الله جميله. ماشي. طيب عايزه اجرب واحده تانية مثلا على بالمنقاش، هشوف هتطلع فيها ولا لا. ما بتطلعش في المنقاش اهي، يبقى كده عجينتي تمام. ده انا بجرب بس، انا مش بنقش يعني اهو. كده ايه عجينتي حلوه، ما دام ما بتطلعش في المنقاش يبقى هي كده 100 100. خلاص هغطيها بقى وهبدا احشيها معاكم. هحشيها ايه؟ هحشي ملبن، لان عيالي ما بيحبوش الساده، واكتر عيالي يعني ايه بتحب الحاجه المحشيه. ادي الملبن معايا اهو، عليه معلقه من السمنه البلدي، عليه شويه من الزبيب اهو، وحبه من جوز الهند. وهت ايه تدعكيه وتكوريه كده اهو، وتبداي ما تكبرهوش قوي عشان ما يطلعش منك في الحشو ما شاء الله. وتدعكي بقى كده كده الملبن بعد ما عملته بالجوز الهند والزبيب. لو في فستق في بندق في اي حاجه اعملي، بس احنا بقى بنعمله على قد امكانياتنا. احنا هنجيبه فستق بالشيء الفلاني منين، هنعمله بقى ايه؟ ما تكبرهاش قوي اهي. لو ديكي بتلزق عصاها بس حبه زيت ولا حته سمنه ولا اي حاجه، ما بتلزقش خلاص اهي ما شاء الله طالعه زي الفل. هخلص بقى الكميه كلها واوريها لكم. وكده ما شاء الله هبدا بقى ايه هحشي معاكم الكحكه. ادي الملبن بعد ما قطعته هتنزلي كده اهو، تفتحي بس الكحكه حلو عشان الملبن ما تبانش، وهتقومي ايه تحاولي تداري الملبن ما شاء الله كده. انا مقربه الكاميرا خالص اهو علشان كل حاجه تبان. وادي المنقشه اهو، في كام نقشه بقى، كام نقشه. سوي بس الكحكايه بين ايديكي كده عشان تطلع ايه حلوه كده اهي. والله احلى ايام النقش والزمن الجميل، مفيش احسن منه. نروحوا نشتروا الحاجه من بره، لا بتحسي بطعم رمضان ولا بالعيد ولا بتحسي بطعم اي حاجه اهو ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وتاكلوه في الهنا اهو. سهل ومش هيكلف حاجه، يعني ما تجيبي كيلو دقيق ونص كيلو سمنه وتفرحي عيالك اهو ما شاء الله. ادي نقشه، وادي كمان واحده عايزه تعملها مثلا بالبصامه. ادي البصامه، اهم حاجه بين كفوف ايديكي وتلفي العجين اهي كده اهو. فردي بقى كده اهو، وتقومي نازله بحته الملبق كده اهوت ما شاء الله. وتدخلي الكحك على درجه حراره ابطأ حاجه في الفرن، بس يكون الفرن مسبق الحراره، يعني تدفيه الاول وبعدين تدخلي الكحك علشان الكحكه تشد معاكي على طول. عندك بصامه، ادي بصامه الكحكه اهي اهي. ادي البصامه. عندك منقاش كمان مره اهو، منقاش اهو بصي نقشه كمان. وانا هخلص بقى الكميه واوريه لكم في الاخر بقى هيبقى طالع شكله ايه ما شاء الله. قفليها حلو خالص اهي، دي كده اهي تلفها كده ما شاء الله كده. نقشه تانية كده اهي كده. يا كحك العيد يا بسكويت اهو ما شاء الله كده اهو.
نقش بقى النقشه اللي انت ايه بتحبيه كده اهو. نقش كده ايه، النقش ده جميل والله. هخلص بقى الكميه كلها وهوريكم. كده بعد ما نقشت الكحك ودخلته كمان الفرن، ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوه. وشوفوا الفرن ولا انا حاطه الكحكه في الفرن عامله ازاي. ادي لونها اهي. انا مقربها خالص للكاميرا كده، يعني ايه هي قريبه للكاميرا اهي، وهي لسه كده في نص السوا. هي كده في نص السوا، وانا بدي بقى النار واطيه خالص من تحت على درجه 150 كمان، مش 160، على 150، ومن فوق نور الشمعه تطلع معاكي الكحكه قلبها مستوي اكتر من بره، يعني تطلع معاكي تحفه كده. فانا بقى هسوي واوريكم واخلص، وبعد ما اخلص هوريكم بقى الكحك شكله ايه. ودي بقى كانت وصفتي معاكم، ودي كانت حلقتي النهارده، وصفه الكحك الجميله التحفه. بصوا بقى الكحك الخيال الجميل اللي ايه عاملاه بقى، مش عايزه اقول لك على ريحته ماليه البيت. ما شاء الله الوصفه التحفه والكحك النواعم ده اهي. دي الحلقه بتاعتي النهارده وانا عاملاها قدامكم بكل تفاصيله. او اتفضلي كده وشوفي اهوت، وتابعي بقى معايا على طول فيديوهاتي. والملبن اللي جوه دي انا اللي عاملاه، ما شاء الله انا اللي عاملاه كمان في القناه بتاعتي. خشي شوفي الملبن وشوفي الفيديو، وشوفي ملبن بتاع الفيديو بتاع الملبن، هتشوفي الكحك ده كمان اهو. ومع الف سلامه، ومع فيديو تاني.